السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. 3 وحشتوني اهو، دوسولي 3 لايك. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل لكم حاجه جميله قوي، قال معايا في الصاج ده خمنوا. هنشغل القناه تاني يا جماعه. دعموني بقى باللايك والشير واشتراك في القناه لو اول مره تشوفيني. والناس اللي مشتركين معايا شكرا ليكم على اللي كانوا بيسالوا عليا طول الفترة اللي أنا كنت موقفة فيها القناة. بصوا بقى اللي معايا ده، إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ إيه ده؟ اللي معايا ده يا جماعة السمنية البورسعيدي، ده لسه هتتقطع وهنتحمر وهنحمرها ونرش عليها السكر البودر. وتعالي يلا نتعرف بالمقادير، يلا في ثانية. اللي اتعملت في بورسعيد زي النقنقة كانت السمنية والتمرية ولقمة القاضي والزلابية. كل الحاجات دي ما تلاقوهاش الا في بورسعيد. كداب اللي يقول لكم ان هو اكلها في اي حته تانية. انا مش من بورسعيد، مش بطبل، لا ده حقيقه. النهارده هعمل لكم السمنيه بتاعت عم احمد اللي في شارع التجاري، في اخر شارع التجاري. بيعمل سمنيه رهيبه، سمنيه وتمريه وكل حاجه وزلابيه وكل حاجه يا جماعه. السمنيه هقول لكم على ملحوظه فيها. السمنيه انا النهارده هعملها كامله الدسم. كامله الدسم ازاي يا نسمه؟ هعملها لبن كامل. عم احمد بيعملها نص لبن ونص ميه. لو عملها لبن كامل تخسره، ولو عملها ميه بس ما تطلعش مظبوطه من تحت يد عم احمد. النهارده نسمه هتعملها لكم بنفس طريقه عم احمد، بس بتكات وحركات الشيف نسمه. وتعالوا نشوف المقادير. هنسمي الله يا جماعة. بصوا بقى، معايا 1.5 كيلو من اللبن. 1.5 كيلو من اللبن ده هتاخدي منه، لو انت هتعملي بمية هتاخدي كيلو اللبن وهتحطي 2 كوباية مية. ما انتش عاوزة يا نسمة اعمل اللبن ده كله، اللبن غالي وانا حابة اوفر. طيب هتعملي نص كيلو لبن على قيمة كيلو مية. عايزة تعملي كيلو بس من اللبن، خدي نص لبن ونص مية. روحي للسكر، هتجيبي كوباية سكر، هتجيبي كوباية سميد بودر. سميد البودر ده يا جماعة سميد البسبوسة. هتاخدي كوباية دقيق. سمنة هقولك هناخد منها قد ايه، ويفضل لو عندك سمنة بلدي. مش هعقدلك الامور قوي، لو ما فيش سمنة بلدي هتاخدي سمنة عادية. باكو فانيليا. وتعالوا نروح على النار ونشوف هنعمل ايه. بصوا بقى، انا رفعت اللبن اهو على النار. تعالوا بقى اقول لكم هناخد قد ايه من السمنه اهو. هاخد معلقتين كده، معلقتين محترمين كده ولاد ناس اهي. يعني بالظبط ربع كوبايه سمنه. انا هكتفي باللي هي المعلقه الكبيره، لان شوفي المعلقه المعياريه بتاعتي في هنحطها في اللبن وهو بارد يا نسمه، وهو على النار. وهحط كوبايه السكر اهي بنفس الطريقه. بس هفضي باكل فانيليا اهو، وهدوب الخليط ده لحد ما يدوب معايا خالص اهو. تعالوا بقى اقول لكم على حاجه. عايزين نشغل القناه بجد. انا تعبت على القناه دي. فيعني اكيد كل اللي بيعمل مشروع يا جماعه او بيعمل حاجه بيتمنى ان هو ينجح فيه. فانا مش هنجح الا بيكم والله العظيم. هتدوبي السكر خالص. لما تحسي ان هو داب خالص تسيبيه بقى على النار السمنه دي مع السكر. بس ذوبي السكر اللي علشان كله يدوب. هدوبهم وهرجع لك اهي. شايفين بتدوب اهي، في كل حاجه بتدوب. بصوا بقى، تعالى اقول لكم. فاكرين زمان لما كنا كده نقعد في الشتاء مع لمة العيلة كده ودفى الأسرة؟ الله، مين اللي بيحن للزمن الجميل ده؟ بجد فقدناه والله العظيم. كان زمان، يعني مش هقول زمان قوي، ربنا يدي الوالد والوالدة الصحة يا رب ويديمهم على دماغي. كان زمان بقى بصوا هو بدأت تسخن معايا اهي. ما تحاوليش تعلي النار قوي علشان اللبن بتاعك ما يعملش حكاكه من تحت. بقول لكم بقى، كان زمان الله 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 على لمة الشتاء بقى كده، لما كانت امي
الخير. وهي تعمل حلة المحشي بقى، وتقوم جايبه الصينيه، عارفين الصينيه اللي هي بتاعت الغدا، مش سفره بقى ولا كلام من ده، تكب المحشي وكنا نقعد ناكل عليها، تكبلنا بقى وناكل بايدينا بقى ونلغوص ونعك نفسنا وكده. بجد كان ده طعم المحشي. تعالي بقى دلوقتي تيجي كل ما تحط لابنك او بنتك المحشي في طبق كل الحركات دي، فوالله العظيم كان في بركه. دلوقتي اقسم بالله ما عاد في بركه في اي شيء ولا في اي حاجه، كل حاجه ضاعت منها البركه. الناس بقت بجد اقسم بالله الناس بقت مسلمه بالكلام، ما عادش. كان زمان لما يبقى في جار ما عندوش حاجه، كانت الجيران كده بتطل على بعضها، كانت الجيران بتراعي الجيره. كان الجار لو عندك طماطم، عندك بطاطس، عندك بصل، عندك اي حاجه وجارتك تستعين باي حاجه من عندك. وشوفي ربنا كان بيقطع مننا ويوصل لنا. دلوقتي الناس عاوزه تمد ايدها في جيوب التاني، بسبب يعني جيوبنا في ايدنا في جيوب بعض، بسبب الغلا، بسبب الجشع، بسبب بقى اللي احنا الوضع الحالي اللي احنا فيه، الله اعلم. تعالوا بقى بصوا هنا كل حاجه دابت. هنزل اول حاجه بالسميط بتاع البسبوسه اهو، وهوطي النار بقى خالص خالص. عاوزين الخليط ده زي المهلبيه بالظبط. يا جماعه ركزوا في الحته دي، زي المهلبيه. دوبي بقى لحد ما مصمت البسبوسه ده يكون بدأ النسيج بتاع الحبيبات بتاعته ينعم. لو حطيت الدقيق دلوقتي في المرحله دي هلاقيه ربط معايا بسرعه بدون ما اسوي سميد البسبوسه. اهم حاجه التكات دي، قلت لكم تابعوا التكات والحركات مع الشيف نسمة، هتاخدوا كل حاجه على اصلها. بصوا بقى اهو، عشان ما اطولش عليك الفيديو هرجع لك تاني اهو. انا هنا حسيت ان الخليط بصي بدأ ينعم خالص الطريقه دي زي ما انت شايفه. اهم حاجه على نار هاديه جدا جدا. كل مدى كده علي النار شويه. السمنيه دي مغذيه جدا، مفيش حد من ولادك بصي قليل قوي لما تلاقي عربيات بتبيع السمنيه، انما هي في بلدها في بورسعيد تلاقي في اي مكان عربيه بقى، محلات، بياع اللي هو السراح ده تلاقيه عاملها كده وماشي بالصاج، بتتباع والله العظيم في اي مكان وكل الناس بتحبها. مفيش حد بيجي من اي مكان الا لما بياكلها وبتعجبه. بصي بقى هنحط الدقيق. الخليط ده هو بدأ يغلي، يعني انا مش عاوزه احط الدقيق الا لما احس ان الخليط بدأ يغلي. تعالوا بقى اكمل لكم. كنا بقى طب فاكرين مين اللي كان ابوه ينام على الارض كده على ظهره ويطلع يمشي على ظهره؟ مين؟ وحياة ربنا انا كنت بمشي على ظهر ابويا، ولما كان يقول ان عظمه وجعه وكده كنت امشي على ظهره، لان انا كنت رفيعه شويه. ليا اختي كانت تختخه شويه فكان يخاف على عظمه، انما والله العظيم وكنا بصي الله 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 على حبه الفول المدمس اللي كان يعملها. بجد الناس الكبيره دي لما بنفقدها، بالذات الاب والام، من بعد ابوك وامك ما عندكيش حد في الدنيا والله العظيم، لا اخ بقى ولا اخت ولا عم ولا خال، كل دي بتبقى ناس بالكلام. تعالوا شوفوا بقى الخليط اهو بدأ يستوى خلاص. هنزل بقى بالدقيق بسم الله الرحمن الرحيم اهو، دفعه واحده يا نسمه وهوطي النار علشان الدقيق ما يكلكعش. ايدك بقى اوعي الدقيق يكلكع منك، خليكي شاطره كده. بصي وطي النار خالص خالص. هاتي بقى كده بصي خليكي حذره ان وانتي بتقلبي في ما ينطرش. انا وهرجع لكم كده اقلب الخليط بتاعي وهرجع لكم. هي يا جماعه زي ما انتم شايفين مفيش اي كتل، بقت عامله زي المهلبيه التقيله بالظبط على نار هاديه جدا.
تعالوا بقى نروح نشوف هنعمل ايه. انا جبت الصاج بتاعي، عندك صينيه بقى، عندك صاج، اي حاجه انت حابه تكبي فيها، بس احنا عاوزين سمكها يعني 2 سم، هي بتبقى كده اهو 2 سم. انا بقى هاجي في الصاج بتاعي دهنته سمنه زي ما انت شايفه بالشكل ده، وهكبها، هتصب الخليط بتاعك كله، وبعد كده ايه هتفرديه اهو. شوفي مفيش حاجه لازقه ازاي، هوريكي. كل ده علشان ايدي فيه، لازم التقل ده. هقولك بالظبط المقادير في صندوق الوصف. شوفي انا عايزاكي تبصي، مفيش حاجه لازقه في القاع خالص اهي. ده يدل ان انا كنت شغاله كويس. كل السمك انت عاوزاه ارتفاع واحد. هنزل اهو، هنزل كل الخليط بقى. ريحتها مش قادره اقول لكم، ريحتها روعه. خلاص فردتها في الصاجه اهي زي ما انت شايفه. بصي اهي، شوفي القمر بقى، بصي السمك كله واحد. دهنتها سمنه من تحت، ما تدهنيش سمنه من فوق خالص. هتسيبيها قد ايه يا نسمه؟ هسيبها. بصوا بقى، لو انت حابه بقى تجهزيها بكره ان شاء الله، يبقى عادي هتسيبها في التلاجة زي ما هي كده. لو انت زي حالاتي ولادك بره ومكسرين الدنيا ومستنيين، هحطها في التلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل ترتاح، عشان أعرف أقطعها وآخد منها الكمية. بحمرها في حتة سمنة بلدي، هعملها معاكم، بقطعها مكعبات وبحمرها في سمنة بلدي على الخفيف كده خالص، لأن هي كده بتخش الرف الوسطاني من الفرن، بتشمع من فوق ومن تحت بس تاخد وش، هي سوا كاملة وكله. وبعد كده بقى بتقطعي بتاخدي، والتزيين سكر بودر، لأن هي سكرها مظبوط، لا هي دلعة ولا هي مسكرة. انتظروني اهو زي ما انتوا شايفين. شوفوا بقى الجمال. طبعا الطواجن طلعت من الفرن، هتطلعيها بقى ترشي السكر البودر وتاكلي على طول. لما قطعتهاش وعملتها مكعبات، انا حبيت ان انا اوريكي دي طريقه وتقطيع. والتقطيع ده لما بتتقطع بتحطيها برضو في معلقه سمنه وبترش السكر عليها بس انا شايفه ان الطريقه دي احسن. بيمسكوا الطاجن كده وما تعوزي تدخلوه الفرن تسخنوه وخلاص، لان هو اخد التشميع اللي من فوق زي ما انت شايفه بالطريقه دي. اتمنى لو كنت قدمت لك الطواجن بطريقه مرضيه. بصي عسل قمر 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 اهي، وطريقه جديده. جربي الطريقه دي، اهم حاجه جربي المقادير دي والطعم. بالله عليك تحكمي بالطعم ومش بالشكل، هو الشكل قمر لوحده. جربي بالطعم، اهم حاجه الطعم. دوسي لي لايك واشتراك للقناه لو اول مره تشوفيني. صباح الفل عليكم.